اشرف بن شرقي النهارده كان هو نجم المباراه، مش عشان بس الجول والاسيست اللي عمله، لا كمان قدم دور دفاعي ولا اروع ولا اجمل من كده مع كوكا في الشوط الثاني خاصه. يعني اتفرج معايا على الكره دي اللي شايلها اشرف بن شرقي وانقذ هدف مؤكد من جوه 18 النادي الاهلي، وبعديها بخمس ست ثواني بالظبط كان اشرف بن شرقي هناك في 18 زد عشان يصنع الهدف الثاني لطاهر محمد طاهر. ودي قيمه اشرف بن شرقي اللي تقريبا كان مستني عموته يجي من المغرب عشان يقدم كل اللي عنده ككوره. ومش دي الكوره الوحيده بس، لا اشرف بن شرقي طول المباراه تقريبا او طول الشوط الثاني بالاخص كان قايم بدور دفاعي فوق 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 الممتاز. زي الكوره دي برضو بيقاتل وبيلعب بروح وعايز يقطع الكوره ويرجع الكوره في استحواذ الاهلي باي طريقه، وكان دايما بيضم كباك شمال جنب كوكا وقدم دور دفاعي مميز جدا جدا جدا. وكفايه انه قطع الملعب كله في ست ثواني، انقذ هدف على الاهلي وكمان صنع هدف في نفس الدقيقه. وهو ده اشرف بن شرقي وقيمه اشرف بن شرقي النهارده. قول لي ايه رايك في اداء اشرف بن شرقي، وما تنساش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.